السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم النهارده في فيديو الكبير والصغير بيحب ايه؟ بيحب طبعا البطاطس الفارم. كلنا بنحب البطاطس الفارم اللي بنشتريها من بره 50-60 جنيه كيلو، ما يكملش كيلو، شويه كده صغيرين وبتبقى متكسره ناشفه، ما بتبقاش اصلا درجه اولى. انا بقى هوريلكم التكايه اللي هتخلي معاكي البطاطس تقعد معاكي طول السنه عينها في الفريزر، ولما تيجي تحمريها هتبقى من بره هشه وبتقرمش، ومن جوه جوسي وتحفه. اهم حاجه ديت واهم خطوه ايه هقول لكم عليها، بس كملوا بقى معايا الفيديو للاخر. وما اشتركش لسه في القناه يشترك وفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل الفيديوهات اللي بنعملها. اهم حاجه زي ما قلت لكم ايه، البطاطس اللي هنخزنها او هنحمرها ونعملها بطاطس فرم تكون بطاطس للتخزين، ما تكونش البطاطس اللي هي المسكره معانا ديت اللي بتبقى ما تنفعش للتخزين، لا هتبوظ لك الدنيا وهتسمر منك وهتبوظ كل الكميه اللي انت عملتيها. فانت تعملي ايه؟ زي ما انتم شايفين اهوت، انا جبت البطاطس ديت سالت الست اللي انا بجيب منها بطاطس هي دي التخزين، قالت لي اه. قلت زيت اطمئنان، انا هجرب بطاطسين كده الاول، لو لقيتها اسمرت معايا يبقى خلاص شكرا، هجيب من حد تاني، مش هكمل الكميه كلها. لو لقيتها حلوه ما شاء الله معايا بيضه، خلاص انا هكملها. زي ما انا قلت لكم كده عملت اختبار، ما شاء الله طلعت زي الفل معايا. تيجي بقى ماسكه الكميه كلها غسلاها ومقشراها وقطعها صوابع. اهم حاجه الصبع اللي تعمليه يكون الصبع تخين، يكون الصبع محمل، ما نخلوش رقيق، عشان لما تيجي تقليها تبقى زي ما قلت لكم من بره هشه بتقرمش ومن جوه جوسي. جبت حله حطيتها على النار، حطيتش فيها ولا سكر ولا ملح ولا خل ولا اي حاجه. ميه اول ما غليت نزلت بالبطاطس، تعد 10 على ايديك، يعني تقولي من 1 ل10 كده. تقومي جايه مطلعه البطاطس بعد ما تحطي، بعد ما تطلعيه يكون معاكي مصفى وتحتها مثلا طبق او اي صينيه، عشان ما تنزلش يعني الميه اللي فيها تنزل فيها ايه على الطبق دوت. وتقوم جايه قايده العين التانية ايه على الزيت، طلعي من هنا لهنا لهنا، مش هتكملي نص ساعه. اهم حاجه وانت بتعملي الاكل كده زي ما قلت لكم تسمي بسم الله، نصلي على الرسول، هتلاقي ربنا والله بيعينك وكل حاجه بتعمليها بتطلع زي الفل مسكره وجميله. زي ما انتم شايفين اهوت، انا بعمل كل دوت اصلا والله ما خد معايا نص ساعه. اللي اطلعه واحطه في المصفى، ينزل الميه بتاعته، تكون الطاسه اللي حاطه فيها البطاطس على النار التانية الناحيه التانية يكون خلاص إيه ابيضت معانا. احنا بنحطها بتبقى لسه ايه طريه، احنا نسيبها لغايه ما ايه كل هتدخل لسه كده في السوا، لا نقوم جايين شايلينها، نقوم جايبين مثلا اي حاجه صينيه عندك، ونقوم جايين حاطين ايه تحتها ورق ايه، ورق زبده. ما عندكش ورق زبده، ورق كراسات عادي، يعني ورق كده يكون ابيض ما يكونش فيه اي حاجه، عشان البطاطس تصفي الزيت ايه الزياده اللي فيها. انا لما باجي اجيب مثلا بطاطس فرم من بره من السوبر ماركت وكده بتبقى مكسره. انا اقول لكم على السر اللي هيخلي البطاطس معاكي تقعد معاكي للسنه ومفيش ولا صبع يتكسر. هقول لك هتعملي ايه. زي ما انتم شايفين اهوت، بعمل بين كل رقه ورقه احط الورق الزبده، او مثلا ورق الكراسه اللي عندنا، او اي ورق ابيض عندنا، عشان يشرب الزيت، واعمل رقات. ما انا مش هحط، لو حطيتي مناديل هتلزق، بصي هتغلبك، عشان لما تيجي تطلعي البطاطس بقى وتحطيها في اكياس وتعينها في الفريزر بصي هتلزق اصلا في البطاطس. فاوعي تطلعي البطاطس على مناديل، طلعيها على ورق ورق كراسه نكون نضيف، ورق زبده، اي حاجه. اهم حاجه وانت بتعملي البطاطس ما تسيبهاش تحمر منك، اللي هي بقى ده انا كده، ده احنا كنا هناكلها متحمره، لا احنا عايزينها تكون خدت الفايده بتاعت سلقها يعني سلقناها في الميه، وفي نفس الوقت شمعت كده ايه على النار. زي ما انتم شايفين اهوت، بعمل كله في وقت واحد. بطلع بقى اهوت بالراحه، وبحط ايه رقات فوق بعضها كده، ما انا مش عايزاها بقى تتعجن مني ولا تتكسر مني. طب احنا كده خلاص خلصنا الكميه كلها، هنجيب بقى اكياس ونحطها فيها؟ لا كده هتتكسر مني. هتعملي ايه؟ هقولك هتعملي ايه. هبقى ايه، يلا ملكه سلمي عليهم قولوا ازيكم عاملين ايه. عاملين ايه؟ انتوا كويسين؟ اه. هو ده بقى السر. انا عملت ايه، خلصت البطاطس كلها اهيت وحطيتها كام رقه على بعضها، دخلتها الفريزر، والله الفريزر اللي عندي العادي، بس انا اخترت بقى الصينيه اللي انا طلعت فيها البطاطس تكون مستطيله، عشان اعرف احطها في رف فين في الفريزر. سبتها 3 ساعات لغايه ما البطاطسيه معايا كانت ماسكه نفسها. لو انا سلقتها وحمرتها، لو انا سلقتها وحطيتها في الزيت وبعد كده قمت جايه مطلعاها على طول حطها في اكياس وهي سخنه ولسه مش جامده، هتتكسر منك حرفيا، هتبقى حتت كده وفرافيل. انما التركه ان احنا حطيناها في الفريزر 3 ساعات، البطاطسيه شمعت معاكي اصلا وتعتبر ناشفه. وانت شايفينها قمت جايه مطلعاها، وجبت بقى اكياس اللي هي بتاعه اللبن النضيفه وحطيتها في زي ما انتم شايفين اصلا البطاطسيه تحسيها اللي هي جمدت من التلج.
دوت هيخلي البطاطس معاكي ما تتكسرش وتبقى ايه بقى تحفه. والله العظيم بجد جربوها هتعجبكم قوي. جبت بقى كيس من بتاعه التلاجة زي ما انتم شايفين اهوت، وبدات ايه احطها بقى ايه على قد الكميه. بتحبي البطاطس كتيره كتري الكيس، انا كنت بحط ايه يعني على قدنا، ولو مثلا في ضيوف او في ظرف ولا حاجه اه اطلع كيسين عادي. هتقعد معاكي من السنه للسنه، لونها مش هيسود. صراحه جربوا الطريقه اللي انا قلت لكم عليها ديت، هتفرق معاكم قوي. ولا ترمي بطاطس، كلنا لما كنا بنجيب بطاطس كان بتبوظ مننا وتضرب وتنشف وتزرع، والواحد صراحه كان بيخسر فلوس كتير قوي. من يوم ما جربت الطريقه ديت البطاطس ما عدتش برمي بطاطسايه. طلعت الكميه اهي بقى ما شاء الله اللي انا عملتها، شايفين عامله ازاي. يعني هنوفر ونعمل حاجه نظيفه ما شاء الله. نسمي بسم الله كده تاني، صلى على الرسول. انا هو ده ايه طلعت لكم كيس عملي. ده كيس ما شاء الله كان بقاله فتره اصلا في التلاجة. الزيت اول ما الزيت يعني ما تنزليش والزيت بارد، الزيت اول ما يسخن معاكي حلو كده تفتحي الكيس وتفضي على طول. ولا اسيبه يفك، لا ما تسيبوش يفك، لو سبتيه يفك هتبوظ منك. الكيس لسه اصلا متلج اهو والزيت سخن، قوم جايه نازله بقى بيه تش بقى كده بصي شغل فاخر من الاخر يعني زي ما بيقولوا. والله بجد جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. انا صراحه مليكه بنتي بتحبها جدا وبتحبها كمان، يعني زي ما انتم شايفين انا اصلا مصفراها يعني حابه اخليها ما تبقاش محمره قوي كده براحتكم، بس احنا بنحبها اللون تبقى واخده اللون ده. عندك بقى شويه توابل كده من بتاعه البطاطس بقى والبهارات الحلوه ديت، رش عليها بقى كده هتاكلي طبق تحفه. بطاطس تحفه بيتي معموله بزيت نظيف، صحيه، ولا عليها مواد حافظه ولا اي حاجه. هتقعد معاكي للسنه للسنه، ولا لونها هيتغير ولا طعمها هيتغير ولا اي حاجه. حتى انا قعدت امسك لكم هوريكم كده، انا بمسك كام بطاطسايه كده بقى لسه بايدي مخرشفه من بره ومن جوه جوسي وتحفه. شايفين لونها عامل ازاي. زي ما قلت لكم اهم حاجه تكون البطاطس بتاعه التخزين، عشان ما تجيبيش كميه وتخسري فلوس وتخسري زيت وتخسري مجهود. لا ده اهم حاجه تكون البطاطس بتاعه التخزين. ما انتش واثقه في اللي انت جبتي منها، حتى لو واثقه فيها يا ستي هاتي بطاطسايه وجربيها، محدش عارف برضو هتبقى ايه يعني. استناكم بقى تقولوا في التعليقات انت عملتوها بقى والنتيجه كانت عامله ايه. بس اهم حاجه اعملوها بنفس الخطوات اللي انا عاملاها لكم ديت. زي ما انتم شايفين اهوت انا بقى ايه بمسك بطاطسايه بوريها لكم. يعني شايفين من جوه ما شاء الله زبده ومن بره مخرشفه كده، لا جميله. هستناكم بقى تقولوا في التعليقات مين اللي عمل الطريقه ديت، والطريقه ديت هتعجبكم باذن الله هتعجبكم ما شاء الله. يلا بقى قوموا كده اتحمسوا، واللي عنده شويه بطاطس كده خايف اللي هي تنشف او تبوظ منه يعملها بقى بنفس الخطوات والطريقه ديت هتعجبكم قوي هتدوقوا بجد ان شاء الله. استناكم بقى في فيديو جديد، متنسونوش بقى باللايك والتعليق والشير والاشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.